هي يا محمود مش مصدقه نفسي. اخيرا اخيرا اتخطبنا رسمي. مبسوطة يا علا؟ مبسوطه قوي قوي يا محمود. دايما يا حبيبتي فرحانة ومبسوطة، وربنا يقدرني ويسعدك يا رب. ربنا يخليك ليا يا محمود. انا بحبك قوي قوي يا محمود، مش متخيله حياتي من غيرك تبقى عامله ازاي. وانا كمان بحبك قوي يا علا، بس في حاجات عايزة اتكلم معاكي فيها. اتكلم يا حبيبي انا سامعاك. مش ملاحظة ان باباكي كترها معايا شوية؟ من ناحيه ايه يا محمود؟ الطلبات يا علا، انت عارفة ظروفي كويس، انت عارفة ان انا ظروفي على قدي، ليه يطلب مني كل الحاجات دي؟ ما تشيلش هم يا محمود، انا وانت مع بعض محدش يعرف عننا حاجه، والحاجه اللي انت هتاثر فيها انا هجيبها من فلوسي، وبرضه هتبقى قدامهم انت اللي جايب كل حاجه. انا مش عارفة اعمل معاكي ايه يا علا، وقفتي الجنب كبيرة قوي. اوعى تقول كده يا محمود، انا ماليش غيرك في الدنيا، ونفسي نتجمع انا وانت ببيت واحد في اقرب وقت. يا رب يا علا. على فكرة يا علا، امي واخواتي بيحبوكي قوي. وانا والله العظيم يا محمود بحبهم قوي. اي حد تبعك كده انا بحبه. مش المثل بيقول يا محمود لاجل الورد ينسقل علقه؟ انا بقى من اجلك انت اعمل اي حاجه. ربنا يخليكي ليا يا علا. ويخليك ليا يا حبيبي. مع السلامه. ايه يا علا عامله ايه؟ الحمد لله يا امي انا كويسه. ما تفكري تاني في حوار العريس ده يا علا. قصدك ايه يا امي؟ قصدي ان انا شايفه يا بنتي ان هو مش مقدرك. هو التقدير عندكم فلوس؟ لو كان التقدير عندكم فلوس فبالنسبه لي انا بقى حاجه غير كده خالص. عيب اللي انت بتقوليه ده يا علا. من امتى احنا بنبص للفلوس؟ انا بتكلم على طبيعه الشخص نفسه، يعني حتى الشبكه يا علا. بصي جايب لك ايه؟ حاجات بسيطه قوي. انا فرحانه بالحاجات البسيطه دي يا امي. هانئ محمود هو عندي كل حاجه يسوى الدنيا وما فيها. الشكليات دي بقى حاجه ما تخصنيش، بس ده حقك ليه تتنازلي عنه. بكره ان شاء الله لما ربنا يكرمنا هيجيب لي الدنيا كلها. يا رب يبقى عندي ثقتك دي يا علا. ان شاء الله يا امي. انا محمود ده واثقه فيه اكتر من نفسي للدرجه دي واكتر كمان. ماشي يا علا. عامه ربنا يتمم لك بخير يا بنتي، وربنا يكتب لك اللي فيه الصالح. يا رب يا امي. مالك بس يا محمود؟ ايه اللي مزعلك دلوقتي؟ زعلان عشان انا اتحركت يا علا. ازاي نبقى نازلين نشتري الحاجات ومامتك وباباكي يفضلوا يشاوروا على ده وده، وانا امكانياتي ما تسمحش؟ بقول لك ايه، مش انت جبت الحاجات اللي على قد فلوسك النهارده؟ ايوه يا علا، بس انا لاحظت ان هما متضايقين. طيب انا هقول لك على حاجه. ايه يا علا؟ قولي. انا هنزل انا وانت بكره ونشتري كل الحاجات اللي هم شاوروا عليهم. انت هتهزري يا علا؟ انا هجيب الفلوس منين؟ ما انت عارفه ان انا معيش، امكانياتي ما تسمحش بالحاجات دي خالص. مالكش دعوه انت بقى يا محمود. انا هجيبهم من فلوسي، وتيجي تقول لهم ان انت عشان ما زعلتهمش نزلت النهارده اشتريت كل حاجه اللي هم اختاروها. هي يعني قصدك ان انت هتديني فلوس وننزل سوا نشتري الحاجات؟ ايوه يا محمود، امال انا بقول ايه من الصبح؟ معقول يا علا وانت معاكي الفلوس دي؟ ايوه معايا، ولو مش معايا هتصرف. المهم انت ما تزعلش نفسك. انا مش زعلان، انا زعلان عشان مش قادر اجيب الحاجه، وعشان منظري وحش قدامهم قوي يا علا، وبصراحه ما احبش يكون منظري وحش قدام حد. لا يا حبيبي ولا يهمك اي حاجه، وبكره هننزل نجيب كل الحاجات اللي ناقصانا ان شاء الله. ماشي يا علا. ماشي يا محمود. مع السلامه. انا مش عارفه بصراحه ايه تحكم الراي ده، اكنهم بيتعمدوا ينقوا اغلى حاجه ويقعدوا يقولوا لي انها جميله وشكلها حلو، فاكريني مش فاهماهم. لا بقى انا فاهماهم كويس قوي، وعارفه ان هما بيعملوا كل ده عشان خاطر يجيبوا اغلى حاجه وخلاص. شفتي بقى يا بابا ان محمود ما بيستخسرش حاجه؟ يا سلام، طب ما جابش الحاجه امبارح ليه واحنا معاه؟ عشان الفلوس ما كملتش معايا يا امي، فالنهارده قال لي تعالي يا علا معايا ونشتري كل الحاجات اللي باباك ومامتك شاوروا عليها. يا بابا محمود كويس قوي. ده اللي بتمناه يا بنتي، انه يبقى كويس ومحترم وكل حاجه. هو الاب بيبقى عايز ايه غير بنته تبقى مستريحه؟ انا عارفه يا بابا، وبعدين خلاص هانت، ده احنا اصلا فاضل لنا حاجات بسيطه. ربنا يسهل يا علا. بعد اذنكم. مش عارفه ليه يا حاج مش مستريحه للموضوع ده. ليه يا حاجه؟ ما كل حاجه ماشيه عاديه اهي، ممكن تلاقيه كان مزنوق امبارح ولا حاجه. الله يكون في عون الشباب الايام ديت. سواء الجهاز او الجواز ما بقى سهل يا حاج، ده بقى من اصعب ما يمكن. كفايه الاسعار، الحاجات اللي كل يوم في زياده. ايوه معاك حق. خليها على الله يا حاج، وربنا كبير. ونعم بالله. خلاص يا امي، فاضل شويه حاجات بسيطه قوي ونتجوز. وهي اللي اشترت كل الحاجات دي يا محمود؟ ايوه يا امي اشتريتها. دي ما تعرفيش علا بتحبني ازاي. لا ما هو باين. مش انا قلت لك يا امي؟ طب بقول لك ايه بقى، انا عايزاك تبقى ناصح. ابقى ناصح ازاي يعني؟ يعني ممكن عادي يجيبوا كل اللي هم عايزين يجيبوه، واهلها كمان يبقوا عارفين. هنلاقي يا ماما اهلها ما يعرفوش حاجه، دي راحت قالت لهم محمود هو اللي جايب النهارده كل حاجه. انت هتضمن الحقيقه فين؟ مش يمكن بتضحك عليك عشان تعزز نفسها؟ لا لا، ما اعتقدش حاجه زي كده. اقعد انت ساكت بقى. انا ما اعتقدش بل اعتقد. انا ادرى منك يا محمود. طب في ايه يعني؟ ما انا عايزه افهمك ان هما ممكن يجيبوا كل حاجه، بس يعوضوها في القايمه ويمدوك على قايمه بالشيء الفلاني، ولا مؤخر الصداق. شوف هيحطوا لك عند المأذون مؤخر صداق قد ايه. وعايزه اعرفك حاجه، مؤخر الصداق مش رقم بيتكتب في الورقه وخلاص. امال ايه يا امي؟ لا ده نسبه، كل ما المؤخر عالي يا محمود هتدفع للمأذون فلوس اكتر. يا معقوله؟ تصدقي يا امي ما كنتش اعرف الحكايه دي. انا عارف ان المؤخر ده بيدفع ساعه الطلاق، لكن ما اعرفش ان المأذون هياخد فلوس عليه.
ايوه يا حبيبي، امال انت فاكر ايه؟ المأذون بيجوزكوا كده وخلاص؟ لا يا محمود، ما لازم أن يكون ليه نسبة، والنسبة بتاعته بتبقى من المؤخر. انا عايزاك بقى تقول لها من دلوقتي انك ولا هتكتب قايمة ولا هتدفع مؤخر كبير. كويس يا امي ان انت لفتتي نظري للحاجات دي، عشان ابقى اجيبها العلا واحده واحده كده وافهمها. كده كده انا واثق انها تقف جنبي ومعايا. يا رب يا محمود، اما نشوف. ماشي يا امي. عن اذنك بقى اما ادخل اكلمها، لحسن اتاخرت عليها قوي. اشوفها عملت ايه مع ابوها وامها. ماشي يا محمود. ايوه كده، لازم افهمه على كل حاجة، مش هسيبه كده مش فاهم حاجة. هي يا محمود اتأخرت عليا كده ليه؟ ده انا وصلت من بدري وما رضيتش ارن عليك لحسن تكون في الطريق. معلش يا علا، كنت قاعد مع امي شويه بقول لها على الحاجات يعني اللي احنا جبناها. طيب ماشي. المهم طمنيني، عملتي ايه مع ابوكي وامك؟ الحمد لله يا محمود. يعني ما قالوش اي حاجه؟ لا والله ما قالوش حاجة، هم قالوا ساعتها ان انت ممكن ما تكونش عامل حسابك، واديك تاني يوم رحت جبت الحاجة. ماشي يا علا، بس في حاجه تانية قلقاني يا علا. ايه يا محمود؟ ممكن باباكي يقفلها لي من ناحيه تانية. يقفلها لك من ناحية؟ من ناحية ايه يا محمود؟ القايمه يا علا، ممكن يكتب عليا قايمه كبيره. قايمة؟ ايوه يا علا، مش شايفه الجوازات اللي بتبوظ عشان خاطر القايمه؟ ايوه يا محمود صح. ما تقلقش يا محمود، انا هيبقى ليا معاهم كلام تاني خالص بخصوص الحكاية دي. وفي حاجه تانية عرفتها يا علا من واحد صاحبي. ايه يا محمود؟ قال لي خلي بالك يا محمود ما تكتبش مؤخر كبير، عشان كل ما المؤخر بيزيد نسبة المأذون بتزيد. يعني لو كتبنا مؤخر كبير يا علا، المأذون هياخد مننا فلوس كتير أو ملهاش أي لازمة. هو قالك كده؟ أيوة يا علا، ما صاحبي ده متجوز وعارف، وساعتها مرضاش يكتب مؤخر كبير، قال أنا ومراتي أولى بالفلوس دي عن المأذون. ايوه طبعا معاه حق. كويس ان انت عرفتني يا محمود عشان ابقى فاهمة وعارفة كل حاجة، اننا يعتبر خلاص فاضل لنا حاجات بسيطة ونتجوز. ماشي يا علا. ماشي يا حبيبي، استريح شوية بقى كده، وبالليل ان شاء الله نبقى نتكلم. ماشي يا علا، مع السلامة. الله يسلمك. اظن يا حاج كده خلاص تعتبر كل حاجة خلصت. يا حاجة الحمد لله، ربنا يكمل لها على خير. يا رب يا حاج، انا عايزة افكرك بالقايمة. ودي حاجة تتنسي برضه، ده الضمان بتاع أي بنت تحفظ بيه حقوقها. أنا هنده لعلا تتصل بيه عشان تخليه يجيني بكرة. ايوه صح كده، عشان تلحق من دلوقتي تتفق معاها على كل حاجة. أيوة معاكي حق. هي علا، علا ايوه يا بابا. تعالي يا بنتي، أنا عايزك. خير يا بابا، في ايه؟ أنا عايزك يا علا تتصلي بمحمود وتخليه يجيني بكرة. محمود؟ ليه يا بابا، في ايه؟ عايزه يا علا عشان نشوف هنعمل إيه في موضوع القايمة. قايمة ايه يا بابا؟ إيه يا علا، مش عارفة يعني إيه قايمة؟ لا عارفة، بس انا مش عايزاكوا تكتبوا على محمود قايمة. هي يا علا اللي انت بتقوليه ده؟ استني يا حاجة لو سمحتي، يعني إيه يا علا مش عايزانا نكتب على محمود قايمة؟ يعني القايمة دي ملهاش لازمة يا بابا، هنكتب عليه قايمة ليه؟ ليه اخلي حد يمسك ورقة ضده؟ حد مين يا حبيبتي؟ ده حقك. مش هو حق يا بابا زي ما انت ما بتقول؟ انا بقى متنازلة عنه. يعني إيه متنازلة عنه؟ هو أنا بعزم عليكي بأكل وبتقولي لي لا شبعانة؟ الحاجة اللي إحنا جبناها دي كلها ده حقنا يا علا. وانا مش عايزة جوزي يكتب عليه قايمة يا بابا، انا مدياله نفسي، مش هأمنه على شوية عفش وحاجات. لا يا بابا، انا امن محمود على عمري كله. لا يا حبيبتي مش للدرجة دي، انت الظاهر فاهمة الموضوع غلط خالص يا علا، وداخلة في الموضوع بقلبك قوي. الدنيا مش كده، النفوس بتتغير، اللي معاكي النهارده ممكن يبقى ضدك بكره، انت ما تعلميش الزمن مخبيلك ايه. بابا انا عارفة انا اخترت مين كويس قوي، وواثقة في محمود جدا جدا، ومهما قلت لي يا بابا مش هتقنعني بحاجة انا مش مقتنعة بيها. ياما جوازات خربت بسبب القايمة دي، وانا مش عايزة اخسر محمود بسبب حتة ورقة لا راحت ولا جت. بس الورقة دي اللي هتضمن حقوقك يا علا. انا حقي مضمون ان انا اخترت راجل كويس، راجل محترم وهيصوني. طب ما يصونك يا بنتي، هو احنا نكره؟ هو احنا نكره ان هو يخاف عليكي ويحافظ عليكي العمر كله؟ بس ايه المشكله لما تاخدي ضماناتك؟ ده المثل بيقولك يا علا حرص ولا تخون، واحنا عايزين نحرص يا بنتي، وعايزين نضمن لك حقك، وانا حقي ده متنازله عنه يا امي. انا مش هكتب قايمه على محمود، وبالمناسبه كمان مؤخر الصداق ماله هو كمان، احنا هنكتب مبلغ بسيط عشان المأذون ما ياخدش منه فلوس كتير، احنا اولى بالفلوس دي. لا يا علا، ده انت شكلك بقى مرتبة معاه كل حاجة. ايوه يا بابا، بالله عليكم ما تقفوش قدامي، سيبوني افرح واتبسط، سيبوني اعيش مع الانسان اللي بحبه، ما تخلوناش نخسر بعض عشان خاطر شويه ورق. يا بنتي الورق ده حقوقك. لا يا بابا، وانا حقوقي دي بقى متنازله عنها، هو مش عايزه منها حاجه. ده اخر كلام عندك يا علا، عشان انا قصد ربنا يا بنتي هبقى بريء عنك، وهبقى خلصت ذمتي قدامه ونصحتك، انت بقى تقبلي النصيحة تقبليها ما تقبلهاش انت حرة. عارفه يا بابا ان انت نصحتني، وانا اللي صممت على حاجه زي كده. بعد اذنكم، انت هتسيبها يا حاج تنفذ اللي هي عايزاه وتمشي كلمتها علينا؟ بقول لها ايه؟ دي واحدة مش عايزة اي حقوق، رافضة ان احنا ناخد عليه اي ورقة. ماشي انا عارف انها بتحبه ومتعلقة بيه، بس مش لدرجة ان هي تفرط في حقوقها. والكلام ده بقى ما يلزمنيش، هي لازم تسمع كلامنا وتعرف ان محدش خايف عليها قدنا. طب وبعدين ايه الحل؟ هنلاقي لها حل ان شاء الله. ان شاء الله يا حاج. يعني ايه يا بابا، مش فاهم. يعني طالما خلاص يا علا مش عايزة لا تكتبي لا مؤخر ولا قايمة، انا عندي حل تاني. حل؟ حل ايه يا بابا؟
هو حل واحد مفيش غيره يا بنتي، ان احنا نكتب عليه ايصال امانه. ايصال امانه ايه يا بابا اللي حضرتك عايز تكتبه عليه؟ ليه يا بابا، هو جاي يشتري غساله ولا ثلاجه؟ يا بنتي عشان احفظ لك حقك، الدنيا مش مضمونه يا علا. يا بنتي الزمن اللي احنا فيه ده، الاخوات بياكلوا حقوق بعض، الله اعلم بعد كده ايه اللي يحصل. لا يا بابا، انا مش هخلي اي حد ياخد ورقه واحده على محمود، عشان انا واثقه فيه ثقه محدش يتخيلها. محمود بيحبني قوي وهيصوني وهيحافظ عليا، مش بعد سنين الحب ده كله في الاخر يعني هيغدر بيا؟ طب ازاي يا بابا تعقلها انت يعني؟ يعني برضه مش عايزه الورقه دي في صالحك يا علا؟ عشان خاطري يا بابا، انا بيني وبينك الزمن، وهتعرف ان انا اخترت صح، وهتقولي معاكي حق يا علا. لو بتحبني يا بابا ما تخليش اي حاجه تعطل الجوازه او تبعدني عن الشخص الوحيد اللي حبيته في حياتي. مش عارف اقولك ايه يا بنتي، ما عنديش غير كلمه ربنا يوفقك، ويا رب يبقى زي ما بتتمني يا علا، ويطلع ابن حلال. ابن حلال والله يا بابا. ربنا يكملك على خير يا بنتي، بس اعرفي ان لاخر لحظه كنت عايزه احافظ على حقوقك وانت ما رضيتيش. ايوه يا بابا، ده قرار مني انا، وانا متحمله نتيجته وعواقبه وكل حاجه. ماشي يا بنتي. عامله لك شويه اكل يا محمود، هتاكل صوابعك ورا. ربنا يخليكي ليا يا علا. انا مش مصدقه نفسي يا محمود، اخيرا انا وانت في بيت واحد. اه يا علا، ما احنا برضه صبرنا كتير قوي. اه يا محمود، انت هتقولي ايوه. ايوه يا ام. ايه يا محمود، عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي انا كويس. ايه يا محمود، من لا احبابه نسى اصحابه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي انا اقدر انساكي برضه، ده انت الخير والبركه بتاعتنا. تعيش يا محمود. بقول لك ايه، ما تنساش تبقى تقول لعلا تعدي عليا كل اسبوع يوم كده، عشان تساعدني برضه في شغل البيت. انا لما صدقتك اتجوزت يا محمود. لا حاضر يا امي هقول لها، ما تقلقيش علا طيبه وكمان بتحبك قوي. طيب يا حبيبي، ربنا يهدي سركم ان شاء الله، مع السلامه. الله يسلمك. ايه يا محمود، هو في حاجه ولا ايه؟ ابدا يا علا، ماما بتسلم عليكي كتير قوي، وكانت بتطلب مني ان انت تروحي لها كل اسبوع يوم او تساعديها شويه في شغل البيت. حاضر يا محمود، من عينيا. انا ما عنديش اغلى منك، وكل اللي من ناحيتك يا محمود فوق راسي من فوق. ربنا يخليكي ليا يا علا. كفايه يا علا كفايه، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده كله؟ امال عايز نعمل ايه يا محمود؟ دي امي يا محمود، امي. انا عارف يا حبيبتي الله يكون في عوني، بس انا برضو خايفه عليكي، ولو انت مش خايفه على نفسك يا علا خافي على اللي في بطنك. مش قادره استحمل يا محمود، ما كنتش متوقعه انها تسيبني بدري قوي كده. امال مين هيحضر معايا ولادتي، ومين هيقف جنبي يا محمود؟ سيبيها على الله يا علا. اللي تعبني يا محمود ان هي ما كانتش تعبانه. يا حبيبتي ربنا بيحبها، خليهاش تتعب، ادعي لها يا علا ربنا يرحمها. يا رب يا محمود. طب عرفني ايه اللي في دماغك يا محمود، عشان اقدر برضه اساعدك واقف جنبك. بصراحه كده يا علا زهقت من الشغل عند الناس، وبفكر افتح مشروع لوحدي. حلو قوي يا محمود، كويس ان انت عندك طموح وبتفكر كده. ابتدي وانا معاك. ما المشكله ان المشروع ده عايز راس مال كبير يا علا، وانا معيش غير مبلغ صغير. انت هتفتح مشروع ايه يا محمود؟ ناوي افتح محل اجهزه كهربائيه. ياه، بس ده مشروع كبير قوي. ايوه يا علا، ما انا بقول لك ايه، بس ده مش مشروع اي حاجه وخلاص، ده مشروع هينقلنا نقله تانية خالص، هيخلينا في حته تانية يا علا. الناس مش بتبطل تتجوز كل يوم، وكل يوم الاجهزه الكهربائيه بتزيد سعرها بيعلى، والمكسب بتاعها حلو قوي يا علا. انا دارس الموضوع كويس. خلاص يا محمود، اتوكل على الله. ما انا قلت لك يا علا، هجيب الفلوس منين؟ هشوف شريك يخش معايا. وتشوف شريك ليه؟ اعمله انت لوحدك، على الاقل المكسب كله يبقى ليك انت. تاني يا علا؟ يا علا هو انا بتكلم بالانجليزي؟ ما انا عمال اقول لك اهو راس المال كله مش معايا. انا هديك الفلوس يا محمود. هتديني الفلوس؟ ايوه يا محمود، كده كده كل حاجه لينا ولعيالنا. بقول لك ايه، انا ورثت من ماما مبلغ كبير وانت عارف كده، انا هديهولك كله، وكمان الذهب بتاع بابا اللي كان جايبهولي انا هبيع كل ده يا محمود، وكده هيبقى معانا مبلغ محترم، نجيب محل ونفرشه فرش كويس، ونجيب جميع الاجهزه الكهربائيه. انا مش مصدق يا علا، ده كده تقريبا كل مشاكلي اتحلت. هي محمود، هو انا لما وقفتش جنبك هقف جنب مين؟ انت حبيبي وجوزي وكل ما ليا في الدنيا. ربنا يخليكي ليا يا علا، انا مش هنسى وقفتك جنبي دي ابدا. اوعى تقول كده يا محمود، انت ما تعرفش انا بحبك قد ايه، وواثقه فيك ثقه محدش يثق في حد. وثقتك في محلها يا علا. ماشي يا حبيبي. طمني يا محمود، عملت ايه؟ الحمد لله يا علا، الشغل ماشي كويس قوي، انا مش ملاحق. ربنا يرزقك يا رب. يا رب يا علا. انا كمان بفكر ادور على واحد يقف فتره الصبح، بصراحه مش ببقى قادر اصحى الساعه 8، انا بحب انزل على الساعه 1 2 اكون خدت راحتي من النوم. وتجيب حد غريب ليه يا محمود؟ احنا ما نضمنش اللي يجي ده يعمل ايه، وزي ما بيقولوا كده المال السايب يعلم السرقه. امال اعمل ايه يعني يا علا؟ انا تعبت، ما اقدرش افتح من 8 الصبح ل1 بالليل، كده كتير عليا. خلاص ما تشيلش هم. ما شيلش هم، ايه اللي هيحصل يعني؟ انا هنزل 8 الصبح، هقف في المحل لحد ما انت تصحى براحتك وتنزل. معقوله يا علا؟ مش معقوله ليه يا محمود؟ اصل دي مش حاجه هبوظها لو انا قعدت في المحل، كل حاجه وعارفه سعرها بكام، يعني كده مفيش مشكله. وهتقدري يا علا؟ هتقدري على البيت وعلى المحل؟ ان شاء الله هقدر يا محمود. واليوم اللي انت بتروحي لماما في الاسبوع؟ عادي هروح لها زي ما انا.
انت بس ما تقلقش عليا، وانا هعرف ادبر وقتي كويس قوي. طب والعيال يا علا؟ عادي يا محمود، هوديهم حضانه الصبح وانا راجعه البيت هعدي اخدهم. سهله اهي، مش هنصعبها على بعض. طب خلاص ماشي يا علا، شوفي كده هتعملي ايه وتدبري وقتك ازاي وقولي لي. ماشي يا محمود. خلاص يا علا، خلصت كل حاجه مع صاحب الشقه. يعني كتبت العقد يا محمود؟ ايوه كتبت العقد، اديته كل الفلوس اللي هو عايزها. طب كويس الحمد لله. وكتبت الشقه باسم مين؟ باسم انا طبعا. ماشي يا حبيبي، ما يجراش حاجه، اهو كله لينا ولعيالنا ان شاء الله، وربنا يرزقك كمان وكمان ويوسعها عليك. يا رب يا علا. صح، ده انا عايز اعدي على ماما. ليه يا محمود، خير في ايه؟ كان ناقص لها حاجات كتير قوي في جهاز اختي، وانا عايز اروح اديها 50,000 جنيه عشان تكمل الجهاز. ماشي يا محمود، مفيش مشكله، انا كده كده رحلها بعد بكره، لو عايز تديني الفلوس اديها لها مفيش مشكله. لا يا علا، انا هروح لها النهارده، يمكن يعوزوا يشتروا الحاجات. خلاص الوقت ازف والفرح قرب. ماشي يا محمود، ربنا يفرجها عليك يا رب. يا رب يا علا. ربنا يرزقك يا محمود يا حبيبي ويخليك ليا يا رب. يلا يا ولاد، على اوضتكم على طول وناموا، انتوا اتاخرتوا في النوم قوي النهارده. ما شاء الله يا محمود، الفرح كان حلو قوي. عندك حق يا علا، شفتي منى كانت اموره ازاي؟ فعلا ما شاء الله كانت جميله قوي. ربنا يخليك ليهم يا محمود. يا رب يا علا، البت منى دي فتحت نفسي على الجواز. انت بتهزر يا محمود ولا ايه؟ لا يا حبيبي، شكلك كده بتهزر. لا والله يا علا بتكلم جد. هو ايه اللي بتتكلم جد يا محمود؟ عايز تتجوز؟ يا علا عايز اتجوز، ايه المشكله يعني؟ الحمد لله بقيت مقتدر ومعايا فلوس كتير، واقدر افتح بدل البيت 2 و3. ايه اللي انت بتقوله ده يا محمود؟ انت اكيد بتهزر، ما تطولش هزار في المواضيع دي. والله يا علا بتكلم جد، انا لسه صغير وعايز اتجوز تاني. يعني ايه تتجوز تاني؟ عايز تتجوز عليا بعد كل اللي عملته معاك، بعد كل اللي عملته عشانك؟ وايه يعني اللي انت عملتيه ده الطبيعي، اي واحده اصيله وبنت ناس بتقف جنب جوزها. انت نسيت ولا ايه يا محمود؟ ده عفش الشقه كله يعتبر انا اللي مجهزاه، لان النص اهلي اللي جهزوه والنص التاني انا اللي جهزته من وراهم. انت نسيت وقفتي جنبك؟ المحل بتاعك دوت مين اللي اداك راس المال؟ انت بتعايريني ولا ايه يا علا؟ اعتبرها زي ما تعتبرها، المهم رد عليا وجاوبني، الفلوس دي كلها فلوس مين؟ فلوسي انا يا علا، وتعبي وشقيه وانا اللي كبرتها. يعني ايه يا محمود انت اللي كبرتها؟ زي ما سمعتي كده، انا اللي كبرت كل ده. انت حتى لما اشتريت الشقه كتبتها باسمك، انا مش موافقه على اللي انت بتقوله، واستحاله اقبل حاجه زي كده. تقبلي ما تقبليش، اديني عرفتك وخلاص، وهتجوز يا علا يعني هتجوز. لا، استحاله اللي هو كان بيقوله ده، اكيد بيضحك عليا بعد كل اللي عملته عشانه. انا لازم اروح لحماتي، لازم اشاهدها على اللي ابنها بيعمله، اكيد هتقف جنبي، انا عمري ما استخسرت فيهم حاجه، كنت معاهم احسن من اي حد، اكيد هيقفوا جنبي ويعترضوا على تصرفاته. ايه اللي حضرتك بتقوليه ده؟ زي ما سمعتي يا علا، هو انت لما محمود هيجي يتجوز هيمد ايده في جيبك وياخد حاجه؟ هيتجوز من شقاه. ابني الحمد لله مقتدر، عنده استعداد بدل ما يتجوز واحده يكمل ال4. هو انت ليه محسساني ان ابنك ده نجح لوحده، او هو سبب النجاح اللي هو فيه؟ انا كل يوم بنزل المحل بداله، وايام كتير قوي ما بيروحش، وانا ببقى من الصبح لحد بالليل. انا اللي نجحت المشروع ده، انا اللي خليته يجهز بناتك، لان انا بنت حلال وبفهم في الاصول. واحده غيري كانت قالت له لا، الفلوس دي فلوس ولادي، ما تصرفهاش على حد تاني. يا سلام، ليه يا حبيبتي؟ ان شاء الله دول اخواته ومسؤولين منه. هو انا عمري ما قصرت معاكي ولا مع اخواته ولا معاه هو، ده انا جايه اشاهدك عليه عشان انت اللي كنتوا تقفي له وتعترضي على اللي هو عايز يعمله. هو اعترض ليه؟ ده هيمشي تبع شرع ربنا، وابني مقتدر وهيعمل كل ده من فلوسه. حتى القرش اللي انت بتتكلمي عليه ده من تعبي وشقايه ومن فلوسي ومن ذهب اللي انا بعته له، هو ورث امي الله يرحمها. والله بقى ده شيء ما يخصنيش، روحي اتكلمي مع جوزي، هو اللي عايز يتجوز. انت شايفه كده؟ ايوه شايفه كده، كتر خيرك ومعاكي حق، انا هتكلم معاه هو مش معاك انت. ده ايه وجع القلب اللي انا فيه ده؟ انا عايز اعرف انت ايه اللي خلاكي تروحي لامي، عايزه منها ايه؟ كنت فاكراها تقف جنبي، كنت فاكراها تعقلك وترجعك عن اللي في دماغك. بص يا علا، لو عاجبك عيشي، مش عاجبك اطلعي بره. انت بتطردني من شقتي يا محمود؟ لا يا حبيبتي دي شقتي. انت نسيت ان كل حاجه بتاعتي وانا اللي عاملاها وانا اللي جايباها؟ معاكي ما يثبت ده؟ معاكي ورقه تقول ان العفش ده انت اللي جايباه؟ طب وعيالنا يا محمود؟ خديهم معاكي يا علا، انا مش عايزهم. للدرجه دي؟ واكتر كمان، واقول لك على حاجه، انا هسيب لك العيال بس بشرط واحد، انك تبريني من كل حاجه. ابريك ايه؟ هو انا معايا حاجه تثبت ان انا ليا حاجه؟
اعتبريني من نفقتك ونفقة العيال. انا مش هدفع نفقاتي يا علا، والحمد لله لقيت بنتي الحلال اللي هكمل معاها حياتي، صغيره وحلوه تعيشني بقى اللي انا ما عشتوش. يا خساره عمري اللي ضيعته معاك. الكلام ده قولي بعدين بقى، ما تصدعيش دماغي. يلا اطلعي بره. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا محمود، فوتت امري ليك يا رب. هي ماما بتعيط ليه يا جدو؟ معلش يا كرم، اصلها تعبانه شويه. ادخلي انت يا حبيبتي واخوكي جوه. حاضر يا جدو. شفت يا بابا عمل معايا ايه؟ عمري ما كنت اتوقع ابدا انه يعمل معايا كده. طب اعمل ايه يا علا دلوقتي؟ هقول لك انت اللي ضيعتي حقك بايدك؟ بالله عليك يا بابا، انا متحمله كل المسؤوليه. اوعى تفتكر ان انا ما غلطتش نفسي وافتكرت كل حاجه انت وماما قلتها لي. بس خلاص، في ايديا اعمله. اللي حصل حصل وبعني وخلاص. يعتبر طردني من شقتي يا بابا. يعني تنزل لك عن العيال؟ ايوه اتنازل لي عنه، وفي المقابل كتبت له ورقه تنازل عن النفقه بتاعتي وبتاعته. خلاص يا علا، اللي حصل حصل يا بنتي، وكل اللي حصل ده مكتوب لك، تجربه مريتي بيها والمفروض انها تقويكي. انا اتكسرت يا بابا، هتقويني ازاي؟ هتقويكي يا علا، وانا هقف جنبك ومعاكي. هصرف على العيال دي منين؟ دول عايزين تقولهم دهب. انا هفتح لك محل يا علا، ومنه تقدري تصرفي على ولادك عشان ما تحتاجيش لحد يا بنتي. انا مش عارفه اقول لك ايه يا بابا، ربنا يخليك ليا. ويخليك يا بنتي ويبارك فيك ويعوضك خير عن محمود. يا رب يا بابا. شفتي عوض ربنا يا علا؟ علي جه تقدم لك النهارده. علي؟ ايوه يا علا، اهو علي ده بقى اضمنهولك برقبتي، راجل بمعنى الكلمه، هيحافظ عليكي وعلى ولادك. عندك حق يا بابا. واظن ان انت موافقه يا علا، ومفيش حاجه تقلقي منها. محمود ومتنازل لك عن العيال، يعني مش هيقدر لو اتجوزتي يقول لك هاتي العيال. ايوه يا بابا، انا عارفه كل الكلام ده. هي الحمد لله ربنا وقف معايا وما سابنيش ولا انا ولا ولادي. الحمد لله يا بنتي. ايوه يا منى. هي يا علا يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي انا كويسه. حقك رجع لك يا علا. هو انت عرفتي ان علي خطبني؟ ايه الخبر الحلو ده؟ هي الاخبار الحلوه كلها جايه مره واحده؟ هو في خبر تاني حلو؟ مش بقولك حقك رجع يا علا. قصدك ايه يا منى؟ محمود يا علا. ما تجيبليش سيرته لو سمحت يا منى. لا دي المره دي بقى هجيب لك سيرته. اشمعنى يعني؟ ربنا جاب لك حقك يا علا. مراته اللي اتجوزها خدت كل حاجه منه وغير القواضي اللي رفعها عليه. معقوله يا منى؟ معقوله اللي انت بتقوليه ده؟ اه والله العظيم الناس كلها بتتكلم، وانا اول ما سمعت كده قلت ده ذنبك يا علا. دي فلوسك وفلوس اهلك، ازاي ضحكت عليه وخدت كل ده؟ ما اعرفش بقى يا علا، ما هو ذنب ناس بيخلصوه ناس. الحمد لله يا رب، الحمد لله ان حقي رجع لي وشفته بعينيا. اصل انت طيبه يا علا وعملتي معاه هو واهله كل خير، وهو قابل كل ده بالشر. عايزه ايه من كل ده يا علا؟ ده ربنا كبير قوي ونعمه بالله يا حبيبتي. هسيبك انا بقى دلوقتي وهرجع اكلمك تاني. مع السلامه. سمعت يا بابا؟ سمعت يا علا، حقك ورجع لك يا بنتي. الخيانه والغدر اخرتهم وحشه، واللي بيزرع بيحصد يا علا، وهو زرع وهو برضه اللي حصد. الحمد لله يا بابا. بعد اذنك يا بابا هدخل اوضتي. اتفضلي يا حبيبتي. يا من انت كريم يا رب. هي يا محمود، هي ما نفسي اشوفك دلوقتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. طبعا اكيد كلكم دلوقتي فاكريني بعت الحكايه بتاعتي عشان اقول لكم ايه رايكم، بس مش دي الحقيقه. انا بعت حكايتي دلوقتي عشان اقول لكل بنت اوعي الحب يعمي عينيكي، واوعوا تتنازلوا عن حاجات من حقكم لمجرد بس ان انت تكوني بتحبي واحد. ولو هتقولوا لي ان كده كده فلوسي ما رجعتش، هرد واقول لكم مش مشكله، المهم ان هو ما يتهناش بيها. فانا عايزه ادي نصيحه للبنات، اوعي تتنازلي عن حقك حتى لو كنت متاكده 1,000,000% ان الشخص ده محترم وعمره ما هيخونك. الزمن بيغير النفوس، ان انت ما تعرفيش الايام هتبقى شايله لك ايه. حافظي على نفسك وعلى فلوسك وفلوس اهلك، وفلوسك تبقى ليكي انت، اوعي تتنازلي عنها لاي حد. وهو ده اللي كنت عايزه اقوله. مش عارفه اقولك ايه يا علا، اللي مستغرباه ان واحد غيره كان حاطك تاج على دماغه بكل اللي عملتيه معاه. انت ما وقفتيش جنبه قبل الجواز وبس، انت وقفتي جنبه قبل الجواز وبعد الجواز، ويا ريته هو لوحده. ده هو واهله، ومش هو لوحده اللي طلع قليل الاصل، ده هو واهله برضه طلعوا قلالات الاصل. للاسف انت وثقتي فيه ورفضتي حاجات كانت من حقك يا علا 1,000,000%، وكل ده تحت مسمى الحب. حب ايه وبتاع ايه؟ الحب يعني التقدير، يعني تلاقي اللي قدامك بيعمل المستحيل عشانك، مش بيستسهل ويمد ايده وياخد منك. الحب ان ما يقبلش ياخد منك جنيه. قبل الحب في كرامه، في عزه نفس. انا عايزه اقول حاجه مهمه قوي، ان اي ست في الدنيا لها ذمه ماليه مستقله. فلوس الست مش هي فلوس الراجل، على العكس طبعا، ان فلوس الراجل هي فلوس الست. ومش انا اللي بقول كده، ده ربنا عز وجل هو اللي بيقول كده. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم.
صدق الله العظيم. النفقة من مسؤولية الزوج، حتى لو كانت الزوجة تملك كل خزائن الأرض. من حق الزوج هو اللي يصرف على مراته. أنا على قد كده فرحت برضه، فرحت إن ربنا جاب لك حقك، وفرحت أكتر لما عرفت إن أنت هتتجوزي يا علا، وربنا رزقك بشخص كويس ومحترم. ربنا يعوضك خير عن كل اللي شفتيه في جوازتك الأولى، وربنا يصلح حالك يا رب. وفي حاجة كمان عايزة أقولها لكل بنت، يا ريت لما أهلك يبقوا خايفين عليكي وعايزين يضمنوا حقوقك اوعي ترفضي حاجة زي كده. والله الزمن بيغير النفوس. ربنا يوفقك في حياتك يا علا. هو أول حاجة عايزين نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، عشان دي الحاجة الحلوة والحسنة اللي هتقعد له وتقعد لكم إن شاء الله. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك الجميل وتعليقاتكم الحلوة قوي اللي بتفرحني. وبالله عليكم ما ننساش اللايك والتعليق الجميل، عشان دي الحاجة الوحيدة اللي بترفع الفيديو، وبالذات اللايك لأنه بيساعد الفيديو إن يوصل لأكبر عدد من المشاهدين، علشان إن شاء الله القناة تكبر وتكبر بكم يا أحلى عيلة في الدنيا. وفي الآخر نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.